بسم الله الرحمن الرحيم. هايا باب بيان ما يجوز من الكذب. خجب الراوان بقوا بيان سونا ببابا اعلم درو قرانين سيامي ايه قران هايا ومثل التازا انقرام نسيت دابت مئة قران جو خط جت سين بخا هو جنا سانكا ايه انقرانه أسرع داب انقرام أتقرانه كم جت ايه مena miji duramatni yusum إنجيل ايه إملتو كتير كراين أنجي خدوبة سرّا قرأ سينجي خانم كدراني تين كنا أول فكادة خانم مرة دابت نابخا أمني سمالين بيخو lagi yakinan kok إني سمالين أمني يكينا كمو خدر بكنا أول فكاد خدر بأول آتمي كمي قراني يت ها خجيب ديغات ايه خاري خا سدرا والفكاتي ميري ايه سدرا والفكاتي مي ايه قادو بسري ميخا نبو سنورا اعلم بخيانة موابيه أن الكذب كجبون وإن كان أصله محرما هندين كجبا خجبنها حرام الليتو فيجوز في بعض الأحوال قريئا والا خيثتني بقى في 6 أسباب سببا جها في بقى بشروطني ولا قوانيني بقى دبين رجيس قد أوضحتها في كتاب الأذكار قد أوضحتها ولا قاسم كنين أديس كتابك هي كتاب الأذكار كيست حلل الإيمان كجانين جج ومقتصر ذلك جواب سمان كنا أن الكلام دبين وسيلة إلى المقاصد حمل إدت سنما جيسالة إن للوسائل حكم المقاصد فكل مقصود دبين تني وانا تهملت دب ما فاني تيرتسي سفا فكل مقصود محمود كل قامو حمله بربادم توتو يمكن تحصيله أرقم سيزون سيداهي بغير يندبو يمكن تحصيله دبيهم اللي بتمالي يمكن تحصيله أرقم سيزون ساخملو بغير الكذب خجب عملت يحرم الكذب فيه إساجت خجبون حرام وإن لم يمكن تحصيله أركم سيسو يمالين إلا بالكذب خجب مالي جاد الكذب خجبون بقى ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود حملة أركم سيسو يوته مباحا حالا يوته كان الكذب مباحا خجبنني حالاني وإن كان واجبا أما أركم سيسو سيو دركمته كان الكذب واجبا خجبنني دركما هوتا فإذا اختفى مسلم سنسيه مودي مما وإذا اختفى وقلقت نمني إسلاما توقع من ظالم عجيس وديم الرقلقت أو أخذ ماله تقاو ظالما خريصا فود ديم الرق سبرت وقلقت وأخفى ماله خريصا دويس وسئل إنسان عنه علمنا ما تقرى قافة من موعسا قبل وقرتني خريصا هو قرتني جئر راقافة وجب الكذب بإخفائه ليسو ساخي جبون دركما والله ناقر إن براورين كين يجي وكذا لو كان عنده وديعة أكسما خجبون دركما إدو سبرت أمانان جراتهيس وأراد ظالم ندق فرأتشو فده وجب الكذب بإخفائها وديع أمانا سن ليسو راجت خجبون والأحوط في هذا كله أمه خجبون بقوا في حلالته خنا خيستك أروممان أن يواريا توريا قدودا جتون إشارة قدودا توريا جتون إيراد لفظ له معنيان قريب وبعيد فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد جميعا
ومعنى التورية ومعنى التورية تجيبه في ظاهر اللفظ ظاهر اللفظ يقول عالم وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب قروان نمجت دبة كن فهم لالون اللي خجباته إن خجبامتي ولو ترك التورية ادمه إشارة خجبني بقورا في هذا الحال وقلنا ما رئيسان تقاو هوري رئيسان بحديث أم كلثوم رضي الله عنها حديث كلثوم تقرأ قرأة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسم رسولنا قيس رسولا جو ليس الكذاب خجبان تاني الذي يصلح بين الناس إني دون ما دديس خجبان تاني فينمي خيرا تلتو خقاب أو يقول خيرا تلتو خجو متفق عليه متفق عليه نما دديس زاد نما مسلم دديس في تلتو قابة تلتو جئ خجب جئ ولي عرب صلاة زاد مسلم في رواية مسلم أمو رواية نيدة قالت أم كلثوم كلثوم نجت ولم أسمعه يرخص في شيء ولم أسمعه نبي لقين يرخص خروصا قدو في شيء واتق خيسا مما يقوله الناس إنه كذب مما يقوله الناس إنه كذب واني أمني كجب جو خيستي رسولا هيما قدن قر إلا في ثلاث وصدي ملي تعني الحرب تعني الحرب للطفات للخيسن خجبا والإصلاح بين الناس دون ما تديزو خيسك كجبون منقب وحديث الرجل امرأته حاسا وقربان جارتي تاساو حاسا وجارتين قربت تاسو يتو خيسك كجبنو منقب باب الحس باب الحث خاصو رافي بابا على التثبت جرجر ورابو رت خاصو فيما يقوله وانجو في واندلقو خيست جرجر ورابو ركاسو رافي بابا ويحكيه وانو ديسو خيستيس جرجر ورابو ركاسو رافي بابا قال الله تعالى قلتهم مالجا ولا تقف ما ليس لك به علم وان بكم سنقم نجلن ديمين جيشلا وان بكم سنقم نجل ديمتين بخنجين نين دقنجين نين أركنجين وقال تعالى أما سنجا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ دبته من قول يترتب عليه عقاب أو ثواب جاء ثواب قطعت قبون دبته إلا لديه رقيب عتيد إلا لديه نيل القول أو لدى العهدي بلته ملي تيسان رفاته جيشلا جاء ثواب قطعت بانو قبو بانو من حدث عني بحديث نمن الرعود سعودوتك يرى أنه كذب خجبا خيادو فهو أحد الكاذبين تقو جرى لمن خجب الجامع رواه مسلم وأن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت انت انقبا فهل علي جناح دلن الرجرة إن تشبعت من زوجي جارس غيرا قوفان قمن يوم ملس غير الذي يعطيني وان نين كنن نين قبايون تملس دلي نين قبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا كنجي المتشبع بما لم يعطى وان قمن نين قبا خملس وان قوفان قمن نين قبا خملس كلابث ثوبي زور أكنما وفتاته توجو صاحب خجبا جچو وجو صاحب خجبا متفق عليه عاريا بافرته وفتا المتشبع متشبعين هو الذي يظهر الشبع قوفا ملس وليس بشبعان قوفا تهن ومعناه هنا معنى سمو حديث خنت أنه يظهر نمل سابر أنه حصل له فضيلة درجان قبان مل سابر وليست حاصلة خن درجا سنين قمن لا جارسي ويوانا كنان ناقودا فوتان مرة فوتي فاوفت وچو نمرة فوتي فاوفت
نانقب فاجت ولابس ثوبي زور ولا بوجو أبا خجبا خجيسون أي ذي زور صاحب خجبا جتشو وهو الذي يزور على الناس خن مرة فكي سوبر بأن يتزين وصف ميبر بزي أهل الزهد أما اللي قا بفورد تنقمنيت نساء مسكينة أو العلم أما اللي بفور علمي قبوت نساء جاهلة أو الثروة أما اللي بفور تجارات نساء مسكينة يغتر به الناس أكنا من إسان دقموا جتجا وليس هو بتلك الصفة حالا مو إني ملتو سدين سنين قمنين عالم ما انقبو زاهد ما انقبو تجار ما انقبو وقيل غير ذلك وانخانا انتهيني جا والله أعلم أن بيخو رب ما بيخ جا سبحان الله أكسي